السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنستكمل فيه باقي محاور أنا عندي بنوتة. وأول محور اتكلمنا فيه في الفيديو اللي فات كان عن النظافة الشخصية. النهاردة هنتكلم عن الدلع والأنوثة والتزين. بنوتة يعني دلع وأنوثة وشياكة، استكفينا من عبده وأشباه النساء، ونرجع نقول ليه المجتمع بايظ عشان مفيش حد اخد مكانه اللي ربنا خلقه ليه، وكل واحد اخد دور مش دوره. البنات مسترجلة والرجالة عاملين سوسن. لازم نعرف البنت يعني ايه انثى. انثى مش معناها انها تتعرى او تقول عسل وكيوت وقميل وصخنن، لا خالص. انثى يعني عطف وحنان وصوت هادي وكلمات راقية، احتواء وطبطبة. عايزاكي تتخيلي انك بتربي اميرة. هنرجع لايام زمان شويتين ونفتكر نصايح امهاتنا زمان. انتي بنوتة ضمي رجلك وانتي قاعدة، وطي صوتك واتكلمي بهدوء، ما تقوليش الفاظ لا تليق. عارفة ان ممكن كتير ناس تهاجمني، بس حقيقي احنا مفتقرين للموضوع ده جدا، وهو ده من اسباب خلل المجتمعات. حتى لو انتي مش صوتك واطي ولا هادي، اتدربي معاها مش عيب، وابدأي عدلي من نفسك. علميها شغل البيت، خلي ايديها بايدك حتى لو صغيرة، اديها مهام على قدها. مثلا لو بتاكل وفرفتت في الارض، على طول اسحبي المكنسة الكهربائية وقولي لها يلا كنسي اللي وقع منك. ولو في الصيف وقفيها تغسل كوباية ومعلقة. خليها جنبك في المطبخ تحط بهارات او تضرب بيض، اي مهام صغيرة ما فيهاش خطر عليها. وهنا يظهر لي بتوع حقوق المرأة يقولوا لي هو انتي بتربي خدامة؟ وهنا يستحضرني لقاء أميرة بنت ملك من ملوك مصر، وهي بتتكلم على انهم كانوا بيعلمهم في القصر الكوي والطبخ والخياطة والتنظيف، ودي كانت من خطوات اعداد الاميرات، وده من باب الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي. ربيها على الرقي، علميها تخبط على الابواب المغلقة، تقول حضرتك وتفضلي وشكرا واسفة. وطبعا احب افكرك ان الكلام ده كله بالممارسة مش بالنصايح والكلام، بنقوله في الموقف والوقت المناسب. وبالنسبة للجزء بتاع الزينة ده مهم جدا، او من ينشأ في الحلية، فده روح الانثى، فزرعيه فيها من صغرها بالضوابط الشرعية طبعا. كأنك تعلميها تلبس خواتم وسلاسل مع كل طقم حسب لونه، وحط لها مونيكير، وخليها تحط معاكي في البيت ميك اب او برفان، وعرفيها ان دول في البيت وبس. وبكده نكون خلصنا المحور التاني. استنونا في المحور التالت والاخير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل